اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الثور طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الثور، أنا شايف إن الشخص اللي انتوا ممكن تكونوا متباعدين عنه أو ممكن تكونوا مفيش تواصل ما بينكم أو حتى في بلوكات. الشخص ده يمكن محتار، مش عارف يتواصل ولا يستنى شوية ولا يشيل البلوك ولا يسيبه. بس الشخص ده جواه اشتياق ولهفة كتير جدا ليكم. أنا شايف إن الشخص ده ممكن يكون في البعد، في أمور هتحصل هتخلي الشخص ده يعرف قيمتكم أو حقكم هيرجع من تاني. في عدالة هنا انتوا هتحصلوا عليها. إن كان في حد استهان بيكم أو استهان بحبكم أو ممكن يكون عاملكم بأسلوب مش كويس، الشخص ده هيعرف قد إيه انتوا عملة نادرة، قد إيه انتوا تستاهلوا كل الحب والتقدير والاحترام، وده اللي هيخلي الشخص ده هيتجنن عليكم بعد كده. كتير منكم يمكن نفسيتكم تعبانة أو بتحاولوا إن انتوا تتخطوا العلاقة دي أو الألم ده، بس بتحسوا إن انتوا في مشاعر بتتملككم. بتحسوا ساعات ممكن تكونوا بتفكروا في الشخص ده في حين إن انتوا مش عايزين تفكروا فيه. بس الطاقة اللي جواكم دي بسبب إن ساعات الشخص ده بيبقى مشتاق جدا ليكم، كتير عايز يكلمكم، كتير عايز يتواصل معاكم، كتير بيبقى عايز يقولكم انتوا حاجة حلوة. بس أنا شايف إن الشخص ده راجع، ولكتير منكم الشخص ده عايز الشخص ده هيعرف قد ايه انتوا حاجة ما ينفعش الشخص ده يضيعها من ايده. ويمكن يكون لو علاقة كراش هيكون في اعتراف بالحب، لو علاقة حب هيكون في ممكن زواج، ممكن يكون حتى في طلاق ما بين اتنين متجوزين والعلاقة دي هترجع من تاني، أو الاستقرار والزواج هيتم من جديد أو من تاني. يمكن حتى اتنين متجوزين أو علاقة حب والعلاقة دي حتى فيها برود في العلاقة أو بقى فيها مشاكل كتير، بس زي ما يكون يعني الشخص ده هيقدركم وهيكون في تقدير من الشخص ده اتجاهكم في الفترة اللي جاية، وده اللي هيولد الحب ما بينكم من جديد. انا شايف ان انتوا كتير تعبانين. حاولوا ان انتوا تحافظوا على الطاقة اللي لسه موجودة فيكم، حاولوا ان انتوا تجددوا طاقتكم وتبعدوا عن اي افكار سلبية او اي امور بتحبطكم او بتدخل جواكم طاقة سلبية. محتاجين ان انتوا تعملوا مديتيشن، ومحتاجين ان انتوا تقربوا لربنا وتدعوا ويكون عندكم ثقة ان اللي جاي افضل. بس الشخص ده في حاجات كتير في حياته ممكن يكون متردد بشأنها، سواء كان عدم مقدرته على تمييز بين العلاقات اللي ممكن تكون صحية أو أو العلاقة دي ممكن تكون إيجابية أو لأ. في بعض الناس مش بتحس بالحاجة اللي في إيديها إن هي قد إيه هي جميلة، أو مستحيل يلاقيها تاني غير مثلا لما يحصل خلاف أو يحصل بعد، أو يصادف ناس ممكن يكون معدنهم غير طيب. يعرف ساعتها قد ايه ان انتوا تستاهلوا كل الحب والتقدير. بس الشخص ده انا شايف ان هو راجع. انتوا كتير حسيتوا ان العلاقة دي تعبتكم وارهقتكم لدرجة ان انتوا عايزين تمشوا من العلاقة دي، عايزين بداية جديدة. حاسين خلاص ان العلاقة دي انتوا من كتر ما اديتوا فرص او من كتر ما حاولتوا فيها او من كتر ما بتتعرضوا للخذلان ورا خذلان، ان ما بقيتوش يعني حاسين ان ما فيش امل خلاص. بس انا شايف ان في حاجة حلوة هتكون في حياتكم. الشخص ده انا شايف ان هو بيراقبكم ومش عايزكم تعرفوا، حتى لو للبعض منكم عامل لكم بلوك او مفيش اي طرق، بس الشخص ده بطريقة ما بيعرف اخباركم. الشخص ده بيراقبكم وعايز يتواصل معاكم بس متردد، يمكن منتظر اللحظة المناسبة. يمكن في مشاكل او ضغوطات او ظروف الشخص ده بيمر بيها ومستنيها ان هي تتحل او الاوضاع تبقى افضل. يمكن مستني صدفة انتوا الاتنين تجمعكم ببعض، او يبقى في طريقة للشخص ده ان انتوا يعني تقبلوه من تاني او تدوله فرصة تانية. بس انا شايف ان في حاجة انتوا من كتر ما طال انتظاركم ان انتوا تحصلوا عليها، ويمكن حاسين ان انتوا كنتوا بتطلبوا حاجة ممكنة بس الشخص ده ما كانش بيعمل من اجلكم الممكن. فانتوا حاسين ان انتوا لازم يعني تمشوا من العلاقة دي. يمكن البعض منكم في علاقة بقالها سنين وحاسين ان الشخص ده مش عايز يرتبط، وحاسين مش عايز يرتبط بيكم، وحاسين ان انتوا لازم تمشوا. حاسين ان الشخص ده مش بيديكم اللي انتوا تستحقوه.
بس الشخص ده يمكن منتظر الوقت المناسب، يمكن انتوا شكوككم أو مخاوفكم اللي بتدور في بالكم دي ملهاش أي مكان من الصحة. اللي فيه منكم ممكن تكونوا حاسين الشخص ده يعني صبور، عايز يمكن الأوضاع تكون أفضل، أو إن هو مبقاش في يعني ما يبقاش في مشاكل، أو ما يبقاش في عقبات، أو في حاجة في حياته يحلها. يمكن الحاجات دي هي اللي ممكن تكون مأخرة الصلح، أو هي اللي شغلاه في الوقت الحالي ومستني إن كل الأمور تتعدل عشان يصالحكم. بس اللي انتوا منتظرينه أنا شايف إن انتوا هتحصلوا عليه. أنا شايف إن انتوا هتكونوا محظوظين جدا. آه، التوازن اللي انتوا ممكن تكونوا في الوقت الحالي فاقدينه او بتحاولوا تسترجعوه لحياتكم. انا شايف ان زي ما يكون في زي فرحة او سعادة او في حاجة حلوة هتحصل هتخليكم زي ما يكون مفيش حاجة ناقصاكم، زي ما يكون خلاص وصلتوا بكل اللي انتوا عايزينه او بتتمنوه، او الحاجة اللي انتوا ياما كنتوا مستنيينها زي ما يكون هتحققوها أو هتجيلكم لغاية عندكم. هترجع لكم الفرحة والابتسامة والتوازن اللي ممكن تكونوا مفتقدينه. أنا شايف إن هيكون في بداية جديدة في حياتكم، والشخص ده عايز يرجع ليكم من تاني، وانتوا هيبقى ليكم حق الاختيار. واكتبولي في التعليقات هتقبلوا إن الشخص ده لو رجع، هتقبلوا إن هو يرجع في حياتكم من تاني أو لأ. لو عجبتكم القراءة متنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.